الشخصية الثالثة المتجهة بعيدا، اللي قالت أنا مش ممكن أعمل أي حاجة قبل ما أشوف أبو العريف هو اللي يحل لي المشكلة. أنا ما ينفعش أحل، أنا ما أقدرش أفكر، أصلا أنا لو عملت ممكن أغلط، ولو غلط قيمتي تتبهدل خالص. أنا بغلط، عندي شوية معتقدات أن الغلط والخطأ غير وارد، فبالتالي أنا ما أعملش أحسن ما أعمل وأغلط. فبيهرب من الإنجاز، بيبقى ما بياخدش رأي حد، ما يسمعش حد، ما يحبش ياخد قرار. قانونه في الحياة لا علاقات ولا تورط، مش عايز تورط مع حد. البعد عن الناس غنيمة. ده سلوك انسحابي خوفا من الخطأ وخوفا من التورط في علاقات، والسلوك مش صحي. كان ممكن ينجح في حاجات كتير. خلونيش في القيادة، محدش ياخد رأيي، شوفوا انتوا عايزين ايه وانا معاكم اعمله. انا مش عايز ادي رأي لحسن رأيي ما يطلعش كفء وما يطلعش بيرفكت ويكون في رأي احسن منه، فانا خليني بعيد احسن. محبش يتكلم كتير، سلبي شوية، محبش ياخد قرار ويتدخل في شيء ويدي رأي. احيانا يبقى محبط ومحبط للحلول، تديله حل يقول لك بس لو حط فيه مشكلة. كل حل يلاقي له مشكلة ويحط العقبات والتصورات قدامه أكتر ما يحط الحلول. مش بيركز على الحلول، بيركز على العقبات أكتر. حديثه الذاتي بيقول لنفسه إيه؟ طالما أنا بعيد أنا في أمان، طالما أنا مش في علاقات أنا زي الفل. كل ما أبقى مش باخد قرار أنا مش هغلط، لأن أنا عايز أنجز، والقرار الغلط هينقص من عيني إحساس الإنجاز ده، مش هحصل عليه لأن أنا غلط. فبالتالي يعني حاجات كتير كان ممكن يعملها، مسؤوليات كتير كان ممكن ينجح فيها، مش بيرضى ياخدها عشان ما يغلطش. القناع اللي بيستخبى وراه والشخصية النموذجية اللي يحب يلبسها، قناع الحكيم الرزين التقيل الهادي. وليه تتكلم؟ عشان ينمو محتاج يتحمل الضغوط ويقبل الفشل. الفشل جزء كبير من النجاح، فكل شيء قائم على الفشل والنجاح. مفيش نجاح بيجي من غير فشل. وعلى فكرة الكبير على الفشل كبير برضو على النجاح. النجاح ما يجيش مقاسه. اللي ما يقبلش الفشل لن يحصل على النجاح. النجاح بيجي بعد عدد من المحاولات غير الموفقة، مش هقول الفاشلة، لغاية ما اقتني أي مهارة. بتدرب، ما بعملش الحاجة صح إلا بعد عدد كبير من مرات المحاولات عشان أجيب المستوى الصح. الأقنوم اللي يساعده أو أقنوم الروح القدس، أقنوم المشورة والفهم، أقنوم الإنجاز، أقنوم القدرة. تلبسون قوة من الأعالي ما تحل عليكم الروح القدس. ربنا إدانا أن بقوته نقدر على كل شيء، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أنا كإنسان بالحتمية والضرورة مش كامل وناقص وبغلط، فدي طبيعتي، لازم أقبل طبيعتي الإنسانية وأقبل عجزي عن الكمال، لأن الكمال مش بتاع بشر، الكمال ده حاجة تخص ربنا وحده.